اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فيتا كير عيشها بصحه. معانا النهارده اخصائي التغذيه العلاجيه وصانع المحتوى دكتور اسلام احمد. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتوره هاجر، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام. اخبار مبسوط جدا حضرتك ان انا ايه؟ معاكي النهارده احنا بجد. مبسوطين اكتر والله. تسلمي لي. محضرك بقى كميه انا اسئله حاسس النهارده. كده، حاسس ان انتي محضره لي شويه اسئله عشان اه نقدر نساعد بيها لازم الناس ان بقى شاء الله. نستغلك اسوأ استغلال ده النهارده. احنا تحت امركم. في الاول كده قبل ما نخش بقى في موضوعنا النهارده، عايزك تقولي الموضوع بدأ معاك ازاي، وحبك بقى للاكل الصحي والتغذيه العلاجيه، المشوار بدأ منين بالظبط؟ بصي، هو الموضوع ما جاش من فراغ بصراحه، لان في ناس كتير بتقول ان انا يعني وصفات بس. الموضوع جه معايا لان انا بدات رحلتي من 2019 تقريبا، من اكتوبر 2019 كنت 142 كيلو. كنت بتعب من اقل مجهود، اتعرضت لحاجات كتير قوي منها الضغط ومقاومه الانسولين، وكنت بتعب جدا من اي اكتيفيتي كنت بعملها، لحد ما في يوم وليله فعلا خدت القرار ان انا لازم ابتدي بلايف ستايل. مش هقول دايت بقى لان الدايت طبعا بيبقى شورت تيرم، لا احنا بدأنا بلونج تيرم، وفي نفس الوقت لايف ستايل. لايف ستايل ده اقدر ان انا ادخل فيه كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها، من بروتين، من كرب معقد، الياف، دهون صحيه، مع شرب الميه وممارسه رياضه، اي رياضه نقدر ان احنا نمارسها. وفعلا مشيت على الموضوع ده، بدات اعمل وصفات وبدات ان انا اجمع فيها كل القيم الغذائيه، وفعلا الموضوع بدات ان انا اشاركه مع الناس. خسيت 50 كيلو في ظرف تقريبا 3 سنين. هو الظرف طويل شويه، لكن علشان نبدا بلايف ستايل معين لازم ناخد حاجة مده. مستمرة، ما تبقاش بالظبط، فترة، لأن في ناس وما كتير نبصش. فعلا بتبتدي وبتقع في النص صح، بسرعة وفي وما ناس بتبص بتكملش. النتيجة من أول أسبوع ومن أول بالظبط 10 أيام بالظبط. لا، النتيجة بتيجي مع الاستمرارية، والاستمرارية أهم من النظام الغذائي وأهم من اللايف ستايل اللي أنا همشي عليه. لازم أستمر في اللي أنا عايزه، ولازم يكون عندي العزيمة إن أنا أقدر إن أنا أكمل في الطريق اللي أنا ماشي فيه. تمام، يعني كانت الأول أصلا كارير مختلف، وده حاجة زي بشجعتك إنك بالظبط، أنا أصلا تدخل. كنت مدير في شركة أدوية. بدأت أصلا الكارير بتاع السيلز والبروموشن في مجال الفارماسيوتيكال من 2013. احنا بعد زمايل في الكارير ده يا الأول. نهار أبيض، ده احنا نرجع له تاني. ربنا يخليك. فطبعا بالنسبه لي انا، كان بالنسبه لي الكارير ده كان ستيب ان انا المفروض امشي فيها، وان انا فعلا عملت بيلدينج اب للكارير بتاعي. وكانت خطوه يعني بدات ان انا احسبها كذا مره علشان اقدر ان انا اوصل للموضوع ده، ان انا اعمل شيفت كارير اصلا لموضوع مم. التغذيه. وبالفعل عملته فعلا، يعني لان خلاص بقى انا شفت ان كارير التغذيه بالنسبه لي ان انا مريت بتجربه اقدر ان انا اشاركها للناس. ان انا اهتم بالدراسه بتاعه التغذيه دي في حد ذاتها برضو كان حاجه مهمه جدا لازم ابدا فيها. وبالفعل يعني خدت الامريكان بورد، وخدت نيوتريشن دبلومه من جامعه النيل الاوروبيه، وحاليا بحضر في ماستر في جامعه القاهره. تمام، ما شاء فيعني الله. بدات بقى فعلا ان انا خلاص مشيت في الموضوع ده. واوريدي اول ما مشيت فيه بدات ان انا اشارك الوصفات دي مع الناس، والحمد لله في ناس كتير جدا خست بالوصفات دي لانها وصفات بدون حرمان. يعني دور السوشيال ميديا معاك من الأول ساعدك في نشر بقى الوصفات دي هي بص، هي مشيت كده فعلا، مش مم. بقى مثلا من يوم وليله انا قلت هعمل وصفات صحيه فنزلت بالوصفات الصحيه. مم. لا، هو الموضوع جه من الاول خالص، وبعد كده مشي جرادولي لحد ما وصلت بقى اللي انا فيه. الحمد تمام. لله. تمام. مم. دايما الناس بتبقى مقتصرة فكرة الأكل الصحي ان هو حد عايز يخس. مش لايف ستايل زي ما انت قلت، هو لايف ستايل وممكن اصلا يحمينا من امراض كتيره، مش بس الشخص اللي عايز يخس. يعني ممكن حد مش بيفكر في الدايت ومش بيخس، وتلاقيه بياكل مثلا جانك فود، اكل من بره، دي ومش حقيقه فعلا. بيهتم بالجزء دي ده. حقيقه، في ناس كتير اصلا بتعتمد في طريقه ان هي لو عايزه تخس بتمشي على طريقه صحيه، لو مش عايزه تخس فخلاص بقى انا كده كده ماشي. لا، احنا لازم نعتمد على نظام صحي، ندخل فيه الكرب المعقد اللي مش هيعلي السكر، ندخل البروتين اللي هيشبعنا والالياف اللي هتشبعنا، والمعادن والفيتامينات لانها مهمه جدا. لان احنا مع الوقت هنحس بايه؟ بان المعادن والفيتامينات دي مش موجوده او ان هي قليله، فبالتالي هنحس بتساقط في الشعر، هيجي لنا جفاف في الجلد، هنتعب من اقل مجهود، وطبعا الاعراض كتير قوي بتاعت نقص الفيتامينز والمعادن. فعلشان كده احنا لازم من اولها او من اول موضوع لازم نبدا بلايف ستايل. وانا بقول لايف ستايل مش كشورت تيرم، يعني كلونج تيرم نقدر ان احنا ناخد وصفات بقى معينه وندخل فيها كل الوجبات دي او كل القيم الغذائيه دي، ونقدر ان احنا نستفاد منها طول الوقت. طب انا بيعجبني ان الوصفات بتاعتك، وبحس حتى من كومنتات الناس عليها انها مش بس لانه في كونسبت برضو ان الاكل الصحي طعمه مش حلو.
لكن انت صراحه يعني ايه بتحاول تجمع ما بين الاتنين، لان في ناس كتيره بالنسبه الحمد لها لله فعلا. الدايت والاكل الصحي انا كده هو انا عايز احس بطعم الاكل الحلو اللي انا باكله من بره، البرجر صح والبيتزا صح والمكرونات. صح يعني اكل ماشي اكل صحي بس ما افقدش برضو الطعم الحلو اللي انا في ناس صح اصلا متعتها الوحيده في الاكل، صح فانت هتحرمني من المتعه دي، بالظبط. فازاي يعني بقى في ناس يقدر اصلا بيبقى عندهم الكونسبت اللي هو ايه، انا اكل من بره واكل الدايت ده لا انا ابعد عنه طعمه ماكلوش، مش حلو. طعمه مش حلو. فاحنا غيرنا الكونسبت ده في ايه، في ان احنا نبدل شويه حاجات بسيطه في الوجبات، زي مثلا الدقيق الابيض اللي بيرفع السكر نقدر نستبدله بالدقيق الاسمر او دقيق الشوفان. تمام. مثلا الزيت النباتي نقدر نستبدله بزيت الزيتون. الزبده او السمنه اللي هي الصناعي نقدر نستبدلها بالزبده الطبيعي. لكن الحاجات دي هتبقى محسوبه السعرات وطعمها نفس الطبيعي 100%. يعني انت ممكن ما فيهاش تاكل اي كل مشكله. حاجه اللي انت بتحبها، مكرونه او كده او بيتزا حتى في مكرونه البيت. بالبشاميل ومحشي اه. و... ومحشي ورق عنب لسه عامله امبارح، ورز معمر وكب كيك وبيتزات. وعايز اقول لك ان معظم الناس اصلا بتطلب مني ان انا مش عايزين قطعتين توست وقطعه مم. جبنه قريش، لا احنا عايزين حاجات معينه نقدر ان احنا ناكلها زي اللايف ستايل اللي احنا بناكله في العادي. فطبعا ده بيكون محسوب السعرات، عشان كده انا بنزل فيديو بحسب فيه سعرات القطعه مش الكميه كلها. ليه؟ لان انا تمام. ممكن اه. اخد قطعه، ممكن اخد قطعتين، ممكن اعمل مثلا وصفتين واقدر ان انا استفاد منهم، ممكن انا اعمل وصفه واحده واخدها كلها، على حسب ما احنا عايزين. كمان في حاجه الكونسبت بتاع الناس التانية تقول لك مثلا ايه، اصل الاكل الصحي مكلف، مظبوط فانا صح. ممكن اكل حاجه مكلفه وان انا اكل حاجه هدفع فيها كتير. بالعكس احنا ممكن نحصل على البروتين. معظم الناس الكونسبت عندهم يقول لك انا ممكن اكل لحمه، ممكن اكل فراخ بس في الدايت عشان اشبع. لا، في بروتينات كتير جدا نقدر نعتمد عليها. في عندنا زي الالبان، ايه؟ اه. البان، في عندنا البروتينات النباتيه. طبعا ان البروتينات النباتيه الاحماض الامينيه بتاعتها مش مكتمله، عشان كده بنقدر ان احنا ننوع فيها علشان نحصل على الاحماض الامينيه كامله. زي مم. ايه مثلا؟ زي الحمص، زي الترمس، زي الفاصوليا. كل الحاجات دي نقدر ان احنا نحصل عليها. الجبنه القريش نقدر ان احنا ناكلها عادي، ممكن نعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله، نعملها ديبنج في الاكل. ممكن مثلا نعملها كسبريد للتوست الصبح بمثلا شويه فلفل بنحطهم في الميكرويف مع او في الفرن مع توم، وبعد كده اللي هو بنحط علشان عليها نكسر الملل بتاع بس خلاص. الاكل كسرناه. الصحي. فاحنا عملنا الجبنه دي بنوع كريمي معين، مش جبنه كقطعه مثلا هتتاكل وهتتحط على توست وناكلها وخلاص. لا، احنا غيرنا في الوصفه دي بحيث ان هي تبقى وصفه مناسبه جدا للناس اللي عايزه تمشي على لايف ستايل مش دايت. تمام، حلو جدا. تمام. انت في وسط الكلام قلت الجزء بتاع السعرات الحرارية وحسابات السعرات الحرارية وكده، الجزء ده في ناس كتير متلخبطة فيه وفي ناس كتير بتتكلم فيه الصراحة، فممكن توضح لنا كده ازاي شخص مثلا يحسب سعراته، او هي اصلا بتتحسب بسهولة ولا ايه الفكرة تمام. نفسها؟ بصي، السعرات الحراريه مهمه جدا. عباره عن ايه السعرات الحراريه دي؟ بكل بساطه هي الطاقه اللي بيخرجها الجسم او بتدخل للجسم عن طريق الاكل. السعرات الحراريه دي مختلفه من شخص لشخص تاني. بمعنى ايه؟ انا ما اجيش مثلا اقول ان انا ممكن امشي على نظام غذائي بتاع صاحبي او بتاع جاري او بتاع قريبي واشوف هل هيجيب نتيجه ولا لا. اللي هو لا، الدايت اللي من على النت بتاع كله ده. بالظبط، بتاع كله ده غلط جدا. تمام. السعرات الحراريه دي بتختلف من شخص لشخص على حسب سنه، على حسب وزنه، على حسب طوله، على حسب معدل نشاطه اليومي. احنا كلنا مش شبه بعض، يعني كل واحد فكله فعلا مش شبه التاني. فعلشان نحسب السعرات الحراريه احنا بنحسبها بمعادله بسيطه جدا. في معادلات كتير طبعا موجوده، وفي ابلكيشنز كتير موجوده نقدر نستخدم فيها، وممكن مثلا مواقع معينه نقدر ان احنا بس بندخل الداتا دي وبيحسب لنا السعرات بتاعتنا. طيب السعرات دي موجوده اللي هي علشان اثبت او اكون ثابت على او معدل الاي دي بتاعي. طيب انا عايز اخس، بعمل ايه؟ بعمل ديفست للكالوريز دي. عايز ازيد، بزود بزود الكالوريز دي. عايز اثبت، بحافظ على نسبه الكالوريز اللي انا باخدها. تمام. فالناس الكونسبت بتاعها اللي هو لا، انا مثلا في نظام معين انا مشيت عليه، ما بحرم نفسي من الاكل. الصبح ما باكلش، الغدا بتغدى، وبالليل طب ليه انا ما بخسش؟ ممكن يخس في الاول، لكن بعد كده هيخس بشكل غير طبيعي، يعني غير صحي. ثانيا الحرق بتاعه هيقف. تمام. فده اللي بيعرضه فعلا ان هو يتساءل انا ليه ما خسيتش. طب تمام، يعني كده احنا عارفين ان الحلويات السعرات الحراريه فيها عاليه، في بقى بالظبط. فواكه السعرات الحراريه فيها عاليه وفواكه السعرات الحراريه فيها اقل يعني. كل حاجه فيها سعرات عاليه وفيها سعرات قليله. النصيحه لايه الموضوع اللي احنا نمشي عليه، ان احنا نقنن من الكميات اللي احنا بناخدها. يعني مثلا في فواكه سعراتها قليله زي التوت وزي الفراوله وزي البطيخ. مفيش فاكهه ممنوعه في الدايت على فكره.
تمام. ممكن ناكل اللي احنا عايزينه لكن بكميات معقوله. عندنا مثلا التمر 100 جرام فيه 282 سعر حراري، فاحنا لازم نقنن من الكميه، سواء بقى احنا هناخد كارب معقد، سواء هناخد فواكه، سواء هناخد بروتينات، لازم نقنن من الكميات اللي احنا بناخدها. ولازم الوجبه بتاعتنا يبقى فيها كل الماكروز اللي احنا محتاجينها. يعني الغدا مثلا ما نجيش ناكل بروتين بس، ما نجيش ناكل رز بس، ما نجيش ناكل سلطه بس. في ناس تقول لك انا اكل سلطه في الغدا وخلاص على كده، لا طبعا. لازم الوجبه بتاعتنا يبقى فيها اللحوم، يبقى فيها الكرب المعقد اللي هيشبعنا، ويبقى فيها السلطه. ويا ريت لو حد حابب ان هو يخس يبدا بالسلطه او بالبروتين الاول وبعد كده بالكرب. تمام. يعني انا الجزء بتاع السعرات دي، انت اي وصفه بتعملها بتحسب سعراتها قبل ما تعملها ولا الموضوع؟ بصي، هو الموضوع بيجي ايه ازاي؟ ان انا بشوف ايه المكونات اللي عندي اللي انا اقدر ان انا اعمل بيها الوصفه دي، واشوف بقى الكميات اللي انا هحطها، وعلى اساسها بجمع الكميات بسعراتها يوصلني لسعرات الوصفه نفسها، وعلى اساسها بحدد الكميه. طب يعني مثلا الكب كيك دي مثلا، انت جايب لنا كب كيك بصي انا يعني النهارده. النهارده امسكي بقى الكب كيك تمام. دي. تمام. جمالك فيها كل فيها العناصر. تمر. فيها التمر، فيها الشوفان المطحون او الدقيق الاسمر تمام. كدقيق، مفيش دقيق ابيض، خاليه تماما من الزيوت، ما فيهاش اي زيوت او دهون. حتى يعني انا الزبده على فكره عادي ان احنا ممكن نضيفها، ريحتها حلوه اصلا، ريحتها شوفان. يعني انت لازم هتدوقيها، مش ريحتها بس. هناكلها بعد الحلقه. مكوناتها سهله وبسيطه جدا، مش مكلفه زي ما اتكلمنا في الاول وقلنا ان الحاجه اللي احنا عايزين نعملها مش مكلفه، ده في ايدينا ان احنا نعملها. سعراتها قليله، يعني ممكن مثلا دي تتراوح من 80 ل 90 سعر حراري لو احنا خدناها كسناك كويس قوي. لو احنا فطرنا بيها وقللنا كميه التمر اللي موجوده ده برضو كويس. هتشبعنا طول اليوم، وفي نفس الوقت تنفع كمان في الشتاء. يعني عايز اقول لك ان احنا ممكن في الشتاء عشان موضوع المناعه ده نقدر ان احنا ناخد حاجات مشروبات فيها فيتامين سي، بلس كمان السناكس اللي تدينا باور وتدينا طاقه نقدر ان احنا نكمل بيها يومنا. زي ايه مثلا؟ زي سناك الطاقه. سناك الطاقه ده عباره عن ايه؟ عباره عن تمر، وعباره عن بذور شيا، وبذور الشيا مهمه جدا، فيها الياف طبعا، وفيها اوميجا 3 المهمه جدا في النظام بتاعنا. نقدر ان احنا كمان نضيف عليها جزر، ممكن نضيف عليها كمان مكسرات، طبعا المكسرات برضو مهمه جدا، دهون صحيه. ونضرب كل ده مع بعضه يطلع معانا زي العجينه، ونقدر ان احنا نشكل بقى العجينه دي لكرات، ونقدر ان احنا ناخدها معانا في يومنا تبقى كويسه قوي في الشتاء كمان. بالظبط، لان ناس كتيره بيبقى عايزين ياخدوا سناكس في نص اليوم علشان فعلا بيبقى طول اليوم في الشغل بالزبط. او كده وبيجوعوا وعايزين سناكس وفي نفس الوقت تبقى صحيه. صح. فدي كلها بتبقى حاجه، انت هتاكل حاجه طعمها حلو، تاكل السناكس بتاعك اللي انت المفروض تاكله في الوقت ده، وفي نفس وقيم الوقت غذائيه بتشبع. يعني عايز قيمة اقول لك ان غذائية عالية، التمر مظبوط. التمر يعني فيه سكر، لكن السكر بتاعه مش بيرفع السكر قوي لو احنا كلناه بكميه كويسه. بلس كمان ان فيه الياف، فيه معادن، فيه زي مضادات اكسده. فالتمر مهم جدا برضو النظام بتاعنا، مع ان احنا لما جينا اتكلمنا قلنا ان التمر سعراته عاليه، مظبوط. بس نقدر ان احنا ناخد تمر عادي في النظام بتاعنا، مفيش اي مشكله خالص. طب ايه اكتر وصفات جالك عليها كومنتات عجبت الناس قوي؟ في بصي بقى البيتزات، لان الناس اصلا مش متخيله ان انا ممكن اكل في النظام بتاعي بيتزا، لكن مظبوط. ده سهل جدا وعادي جدا ان احنا نقدر نعمله. ان احنا نستبدل الحاجات اللي بتعلي معانا السكر وبتدينا شوجر كريفنج وبتدينا ان احنا جعانين طول الوقت، لحاجه مشبعه وفي نفس الوقت فيها الياف هتشبعنا طول اليوم. تمام. يعني ممكن نعمل بيتزاية عادي، نحط فيها البروتين ونحط فيها الكرب المعقد ونحط فيها الدهون الصحية ونحط فيها الياف كمان. تمام. طب في مكونات اساسيه انت بتبقى حريص انها تبقى موجوده، لان ده هيدخلنا في حته الفيتامينز والمينرالز بصي، هو عامه لو في اي وصفه زي مثلا الوصفه دي انا حاطط فيها كل حاجه. حاطط فيها الكربوهيدرات محسوبه، النشويات، حاطط فيها كميه الالياف، حاطط فيها كمان المعادن والفيتامينز اللي موجوده في التمر مثلا، حاطط فيها البروتين الموجود في الحليب، حاطط فيها البيض فيها تمام. بروتين، فانا والدهون الصحيه. فانا حطيت كل حاجه في وصفه واحده صغيره قدرنا ان احنا ناخدها، وكمان تنفع للاطفال. يعني عايز اقول لك ان في امهات بتبعت لي ان الاطفال عندهم بدأ ان هم يحبوا حاجات معينه من الوصفات دي. ما هو ده حلو، لانه في يعني الاخر هي الاطفال بيبقوا عايزين حاجه بقى بالظبط. طعمها حلو، فبدل ما يلجأوا للسويتس والحاجات اللي والحاجات دي هتبقى كلها مضره صح. والسكر فيها عالي، لا احنا هنستبدل بكب كيكس فعلا طعمها يعني حلو عايز اقول لك وصحيه. بالظبط الفتره اللي فاتت دي كان في امهات كتير كانت بتكلمني على موضوع لانش بوكس بقى والدراسه لانش بقى بوكس، او كده. وكان في لا اولادهم كمان كانوا بيجيبوا الايس كريم من بره. فاحنا دكتور ازاي نعمل ايس كريم في البيت؟ ده حلو. ده طريقه صحيه جدا وسهله جدا. بنحط مثلا لو احنا عايزين نعمل ايس كريم بالموز مثلا، ممكن نحط الموز وعليه كاكاو خام، بيبقى زي الشوكليت بالظبط بنفس القوام بتاعه، وبنحطه في الفريزر
وبنحليه بعسل ونديه للطفل. الطفل بيحبه جدا عن الحاجات بقى اللي فيها سكر كتير واللي بتعلي السكر عند الطفل والكلام ده كله. ممكن مثلا الكاندز، الجيلي كاندي اللي بتتباع بره، نقدر ان احنا نعملها في البيت بكل سهوله بالجيلاتين البقري الطبيعي. نقدر ان احنا نضيفه على العصير بتاع الفواكه على النار شويه ونحطه في اي قوالب بيحبها كاشكال بيحبها الطفل وياكلها عادي. الخضار نقدر نحط الخضار في الفطاير الصبح، يعني ممكن مثلا بيض مع خضار عشان في معين. ناس ما بتحبش الخضار، انا واحده من الناس ما بحبش اكل خضار، بندخل الخضار فندخله في في الاكلات دي. ممكن فطاير مثلا الصبح نحط جزر، نحط كوسه، نحط بطاطس، ومعاها بيضايه مثلا ومعلقتين دقيق اسمر، ونقلبهم كلهم مع بعض ونحطهم في النار على النار، بيبقوا زي الفطيره بالظبط. الطفل بياخدها عادي خالص وما بيحسش ان فيها اصلا اي خضار. تمام، حلو جدا. الجزر زي ما قلت لك مثلا، اللي هي السناك بتاع الطاقه بتاع الجزر، بنحطها مع التمر وبنضربها في البلندر، فهو كده خد الجزر من غير ما يحس ان في حاجه هو خدها من تمام. الخضار او الفاكهه. تمام. طب الشراهه للسكر، عشان في ناس بقى بتحب السكريات بشكل مش انا طبيعي. كنت واحد على فكره، انا الوصفات دي زي ما قلت لك مش من فراغ. انا كنت واحد عندي مقاومه انسولين، كنت على طول عندي شوجر كريفنج، ان انا بحب الحاجات السكريات، وان انا كنت دايما ببدا بحاجه فيها سكر، لان انا خلاص انا مش عايز اتغدى، بس انا حابب ان انا اكل حاجه فيها سكر تعلي بقى الانسولين في الدم. في الدم. والمشكله بقى في ايه؟ ان انا خلاص بقى يعني انا اكلت حاجه فيها سكر فههدى. لا بالعكس، الانسولين لما بيزيد السكر بيزيد، فبالتالي الشوجر كريفنج بيعلى، فبالتالي بفضل ان انا اكل في سكريات وبخش في السيركل دي. فعلشان ان انا اوقف الموضوع ده لازم اعتمد على نظام غذائي معين ادخل فيه الكربوهيدرات المعقده، زي ما قلت لك الدقيق الابيض والحاجات دي كلها هتزود معايا سكر الدم، فبالتالي هتعلي مقاومه الانسولين. والعيش الابيض ادخل فيه كمان البروتين اللي هيشبعني والالياف اللي هتشبعني، وبعد كده اقدر ان انا اخد بقى اي وصفه من الوصفات دي بعد الاكل مثلا او كسناك. واحده واحده الموضوع جرادولي، طول ما انا همشي على اللايف ستايل كل ما انا هحس ان الموضوع بالنسبه لي سهل. تمام. طب لو هنخش بقى في الجزء بتاع الفيتامينز والمينرالز والمكملات الغذائيه، ايه العناصر الغذائيه، او قبل ما نقول الجزء دوت ازاي اعرف اصلا عندي نقص في الفيتامينز؟ بصي يا عامه بعض الناس او اغلبيتهم بيبقى عندهم كونسبت ان انا اخد مكملات غذائيه، ممكن ما اكلش وما امشيش على نظام غذائي واخد مكملات غذائيه. ده غلط جدا. المكملات زي ما هي بتنفع، اسمها مكملات اصلا من اسمها، مكملات هي حاجه بتكمل لي نظام الغذائي عشان اقدر ان انا امشي عليه بطريقه صحيه او بطريقه صحيحه. والمكملات لازم تاخد او تتاخد بنصائح الطبيب، ما ينفعش ان انا اخد مكمل غذائي معين وامشي عليه فتره طويله، لان هو بعد كده هيعمل سايد افكت معينه وهيعمل لي اعراض جانبيه كتير، زي مثلا فيتامين دي لو انا مشيت عليه كتير هيعمل لي يعني سايد افكت كتيره، ممكن يوصل لتسمم. تمام. فعلشان كده احنا لازم ناخد الفيتامينز والمينرالز على اسس تحليليه، بمعنى ان انا احلل الاول واشوف ايه اللي ناقصني وعلى اساسه هاخده. في بقى بعض الاعراض بتظهر لما بيكون يعني في نقص في الفيتامينز والمعادن، اقول لا خلاص انا كده بقى ايه، في فيتامينز عندي قليله. زي ايه مثلا؟ زي الانيميا او فقر الدم، الحديد، عندي مثلا التقلصات في العضلات، تقولي في لا ده في مغنيسيوم. ممكن مثلا تساقط الشعر، حديد وزنك. ممكن مثلا تعب وارهاق والكلام ده كله، وجع في العظام ووجع في العضلات والكلام ده كله، يبقى فيتامين دي. تنميل في الاطراف، فيتامين بي 12 او فيتامين بي 12. فعلشان كده لازم اشوف ايه الاعراض اللي عندي وعلى اساسها بحلل واشوف نسبه قليله بقدر ان انا اخد مكمل غذائي. تمام. طب ايه المكمل اللي انت خدته وحسيت بفرق في صحتك، يعني فرق معاك؟ عايز اقول لك بقى ان انا اصلا في بدايه الفتره اللي انا خسيت فيها دي كان في عنصر كبير قوي انا ما كنتش واخد بالي منه، هو فيتامين دي. لان انا كنت بحلل صوره دم مثلا، مخزون الفريتين مظبوط، التحليلات مظبوطه، لقيت فيتامين دي عندي قليل، لان احنا اصلا معظمنا ما بيتعرضش للشمس. فعشان كده بدات ان انا اظبط فيتامين دي عندي، لان انا كنت بحس فعلا بالم وارهاق وفي نفس الوقت كنت بتعب من اقل مجهود، وعندي بقى العضلات دي فيها وجع دايما. فبدات ان انا اظبط فيتامين دي وفعلا اتظبط معايا، وحسيت ان انا الدنيا اتحسنت معايا لفتره كبيره قوي. فيتامين دي كمان احنا ممكن ناخده يعني كمكمل غذائي، وكمان ممكن ناخده كمان في الاكلات. عندنا مثلا الاكلات زي الزبادي زي اللبن زي الحاجات دي كلها برضو فيها نسبه من فيتامين دي نقدر ان احنا نحصل عليها. في بقى مكمل كمان مهم قوي انا يعني نفسي اتكلم عليه برضو، الاوميجا 3.
الاوميجا 3 مهم جدا برضو لصحة القلب وصحة الدماغ، نقدر نحصل عليه من الاكل بتاعنا، لان في معظم الناس ما بتاكلش اسماك، او تقول لك مظبوط. انا مش بحب لا، مش السمك في بيحبوا الاكل. السمك، صح. بالظبط، والسمك شكلك غالي منهم، كمان حتى لو شكلك منهم يا بيحبوه. دكتورة هاجر. لا، انا بحبه عادي. بس ف... حتى الناس اللي فعلا كانت بتحب السمك وبتاكل كتير سمك، الاسعار دلوقتي مع الوضع الاقتصادي ما فيش، مش ممكن كله ف... فعلا بيقدر ياخد بالظبط، فعشان كده احنا ممكن مثلا نحصل عليه من مصدر تاني او كمصدر مكمل للاوميجا 3. في كمان غير الاكلات مثلا زي السمك، ممكن مثلا البذور، في عندنا بذور الشيا وبذور الكتان مثلا، او البذور عامه بيبقى فيها نسبه من الاوميجا 3، نقدر ان احنا نحطهم مثلا في الزبادي، ممكن ان احنا نحطهم في وصفه معينه بحيث ان احنا نحصل برضو على الاوميجا 3 من الوجبات بتاعتنا. حلو جدا. تمام. طب القولون العصبي بقى، عشان المصريين كلهم عندهم يا مشاكل بالظبط. في الهضم وانتفاخ، يا اما قولون عصبي. بص، القولون العصبي عامة هو مرض تحسسي من حاجات معينة. بمعنى ايه؟ مثلا في ناس عندها حساسية من الجلوتين، في ناس عندها حساسية من الألبان والجبن، في ناس عندها حساسية من الأكلات معينة، فبيحصل موضوع القولون العصبي ده. بيحصل ايه بقى؟ إسهال، ممكن يحصل إمساك، ممكن يحصل فوميتنج أو قيء أو ميل القيء أو الحاجات دي كلها. الأعراض دي بتبدأ تظهر. نقدر إن احنا بقى نعالج الموضوع ده ازاي؟ بالاكلات، نشوف الاكلات اللي بتعمل لنا يعني حساسيه ايه ونبعد عنها. ده اولا. ثانيا ان احنا نلتزم بالرياضه، نلتزم بنظام غذائي صحي، ندخل فيه بقى الحاجات اللي فيها البروبايوتيك، زي ايه مثلا؟ زي الزبادي، ممكن نحصل عليه المكملات بره، ممكن مثلا الالبان، الحاجات دي كلها البكتيريا النافعه بتحسن الهضم، فبالتالي احنا بنحس بارتياح لما بناكل الحاجات دي. تمام. هو القولون العصبي اصلا يعني هو في اكلات معينه بتزوده، وفي اكلات معينه على الواحد حسب كل بيحس شخص، ان هو بالظبط. لو كل الاكل ده انا قولوني، زي الكشري مثلا، في باكل ناس كشري تاكل من هنا بقوليات معينه، القولون مثلا تقول لك انا القولون مثلا عندي عصبي، فممكن طعميه مثلا ممكن اكل بقوليات بكميه كبيره، مم. فبيحصل كده. تمام. طيب الاسترس بقى، انه برضو جزء من القولون العصبي اصلا ريليتد بالاسترس. طبعا. هل الناس اللي بتبقى دايما عندها ستريس في الشغل او في حياتها بيأثر عليها في الوزن او في دي الخسسان؟ دي طبعا، لان برضو الهرمون او الهرمونز ليها جزء قوي جدا في موضوع ان انا اخس او ان انا ازيد في الوزن او ان انا اوقف الحرق عندي. الانسولين ده لما بيعلى، السكر بيعلى، فبالتالي انا بيقل عندي الحرق، فاهماني؟ تمام. فلما بيحصل ستريس بيحصل هرمونال ديستربنس او بيحصل خلل في الهرمونات، فعلى هذا الاساس بيحصل الموضوع ان انا خلاص مش الحرق واقف، الحرق، مشكلة في ماشي الحرق. على دايت او ماشي على نظام معين، وبالتالي انا ما بخسش. تمام. وقلة النوم يعني وقله برضو النوم الجزء طبعا. بتاع يعني النوم. هو الاسترس، قله النوم وزي ما انت قلت في الاول، ممكن. هو لايف ستايل، انت هو مش بس ايموشنال، ممكن على فكره في حاجه اسمها ايموشنال. هو واحد اللي عنده كده جوع عاطفي، الايموشنال يجي ايتنج. مظبوط. ياكل مثلا حاجه معينه في وقت معين، او هو مثلا حابب ان هو في مود معين، فبالتالي هو علاجه الوحيد الاكل، هو فاكر كده. فهو لو التزم بالنظام الصحي ودخل كل الماكروز اللي هو محتاجها في وجبته، فعلا الموضوع الايموشنال ايتنج ده هيقل. تمام. حلو جدا. احنا كده اتكلمنا زي ما قلنا، هو لايف ستايل، احنا بنظبط الاكل بتاعنا، بناكل اللي احنا بنحبه بس بوصفات حلوه زي الوصفات اللي انت صح. بتعملها. بنطمن ان كل الفيتامينز والمينرالز اللي جسمنا محتاجها واخدينها في الاكل بتاعنا، ولو ما خدناهاش في الاكل بتاعنا بيجي دور المكملات الغذائيه بالظبط. علشان الرياضه بقى. ولازم، واهم حاجه برضو، يعني احنا لسه بنقول ان احنا عشان نشوف موضوع المكملات لازم نتجه لطبيب يقدر ان هو يكتب لنا ايه اللي ناقصنا بالظبط، عشان نقدر ان تحاليل، احنا. ونشوف ايه اللي صح. ناقصنا ومش بناكله من او مش بناخده مع الاكل وبنزوده صح. على اللايف ستايل بتاعنا. طيب الرياضه، لان برضو في ناس بتبقى عايزه تخس ومش عايزه تعمل مجهود، او ما عندهاش وقت، ما بصي، بتحبش هو الجيم. النسبه الاكبر من النتيجه هي نسبه الالتزام بالنظام الغذائي من تمام. النتيجه. انت بقى عايز تحسن شكلك وعايز تنزل بطريقه صحيه ويبقى شكلك هيلثي، تقدر انك تعتمد على اي رياضه. مش لازم بقى تروح جيم، ومش لازم انك تروح تفرهد نفسك يعني هناك شغل البيت اللي الستات بيعملوا ده يعتبر رياضه بصي، ولا؟ هو نوع من انواع الاكتيفيتي. انا اوكي. بحرق بيه سعرات، تمام، لكن انا لو في حاجه معينه بتزود ضربات القلب وبتقدر ان هي تحرق معايا، فهو مثلا المشي السريع، فهو الجري، ممكن اي رياضه، سباحه، لعب الكوره، الحاجات دي كلها برضو بتحرق معايا. فمش لازم ان انا العب العاب ريزيستنس. العاب ريزيستنس دي مهمه برضو على فكره، في ايه بقى؟ في ان واحد مثلا عنده ترهلات،
يقدر ان هو بالعاب ريزيستنت يشد الترهلات دي، هيعمل شيبنج بشكل معين، شيبنج هو عايز معين اوبجكتيف معين او او هدف معين بالك من بماسل مثلا مم. والكلام ده كله. فكل المينتاليتي بتاعت الناس ان انا هلتزم بنظام غذائي يبقى لازم اروح الجيم معاه. انا عايز اقول لك ان انا قعدت سنتين بخس وبتمشى مشي بس. بس، مم. وبعد كده وده التزمت. سهل، الناس كلها تعرف بالظبط، تعمل. انا ما اجيش بقى ان انا اخد الخطوه كلها مره واحده، ان انا التزم بنظام غذائي وان انا اروح الجيم وان انا اجهد نفسي وان انا اتعب، فانا كده بزهق نفسي. لا، اخدها خطوه خطوه. ابدا بالحاجه اللي انا حاببها مثلا الاول، اقدر ان انا امشي عليها في نظامي. بعد كده اقدر ان انا مش بحب الميه اشرب ميه، ببدا ان انا 3 كوبايات 4 كوبايات 5 كوبايات، ما اجيش بقى مثلا اشرب ازازه ميه مم. كده، انا جسمي مش هيستفاد منها. يعني الميه ما اشربهاش مره، اصل في ناس بتقول اول لما تصحى الصبح تشرب كوبايتين ميه، انما ما اشربش لتر ازازه ميه. ميه، لا مش لتر. انا سمعت انه اول لما تصحى كل الصبح ده تشرب الجسم ما لتر ميه. بيستفادش منه. انا اقدر ان انا مثلا اشرب قبل كل وجبتين، مثلا قبل كل وجبه كوبايتين ميه. مم. في التمرين اشرب ميه، لازم اوزع الميه على فترات. على مدار اليوم. مم. بالظبط، ما ينفعش ان انا اخد الميه مره واحده وخلاص انا كده شربت الكميه اللي هي ال 2 لتر او 3 لتر بتوعي. مم. لا، لازم اقسم الكميه دي على مدار اليوم. تمام. اكتر بقى اسئله كانت بتجيلك من المتابعين؟ بصي، في اسئله كتير قوي كانت بتجيلي، بس يعني من اغرب الاسئله اللي جات لي ان في ناس يعني حابه الوصفات مثلا المكرونه بشاميل والمحشي ومش عارف إيه، بتجيلي بقى بحاجات تانية خالص. يعني في واحد مثلا قال لي اعمل لي كشري. مم. يعني انا خلاص احنا ظبطنا المكرونه بشاميل وظبطنا حاجات صعبه، يعني ورق العنب والمش عارف المحشي مش عارف ايه، والناس لا انا عايز كشري. لا مش عارف، انا عايز كنافه، عايز بسبوسه، عايز مش عارف. في حاجات كده ترندي طالعه برضو، في ناس برضو عايزه وبنعملها فعلا. في بقى يعني في مش سؤال، مش هقولك سؤال، بس في حاجات بتأثر في الواحد. زي ايه مثلا؟ زي واحدة مثلا كبيرة عندها 62 سنة، كانت بتعاني من هشاشة العظام، وكانت بتتعب من مجهود عالي. وعايز اقولك ان هي كانت لفت على دكاترة كتير جدا، وبعد كده جربت الوصفات. بدأت ان هي تجرب وصفة في وصفة، لقيتها بعتلي دعوة ان انا الله يكرمك انا الحمد لله خفيت وتقريبا نزلت من وزني و80%. فانا فاكر اول مسج دي 80% من الوجع قل مم. بسبب وصفاتها. فانا فعلا الحاجات دي فعلا بتحرك مشاعر الواحد وبتخليه ان هو يعني تجو اون في الموضوع ده. وطول ما الواحد بيأثر بشكل ايجابي في الناس، كل ما الواحد بيبقى فرحان. يعني كفايه دعوه الناس فعلا اللي انا بشوفها كل يوم الصبح مثلا بعتها لي في برايفت مسج: ربنا يكرمك، انا ولادي ما كانوش بيحبوا اكل معين وبدأ ان هم يحبوه بسببك. انا بنتي ما كانتش بتاكل مثلا حاجه معينه، انا ولادي بيخشوا يعملوا وصفاتك. يعني في ناس بتقول لي انا ولادي بيبعتوا لي وصفاتك علشان انا اعملها، مم. عشان هم حابين الوجبات دي. ففعلا الحاجات دي فعلا بتأثر في الواحد بطريقه مش قادر اقول لك يعني. طب حلو. طب ايه النصايح بقى اللي انت من القصة الجميلة دي اللي انت بتقدمها للناس اللي فعلا عايزين يبدأوا لايف ستايل صحي ومش عارفين يبدأوا منين، او قبل كده عملوه كذا مرة وفشلوا، فتنصحهم بايه او تشجعهم ازاي؟ بصي، احنا ممكن يعني نختصر الموضوع ده في ستيبس كده معينه نقدر ان احنا نمشي عليها. زي ما قلت لك، الميه دي اهم حاجه. لازم نقسم الميه على مدار يومنا، ما نشربش ميه بكميه كبيره في الاول وبعد كده ما نشربش بقيه اليوم. تاني حاجه، نمارس اي رياضه. اي رياضه، اي هوايه انا شايفها، سباحه ممكن مثلا، ان انا اتمشى نص ساعه حتى، زي ما قلنا اي رياضه. اقل حاجة فعلا انه يتمشى على بالظبط. الاقل نص ساعة في تالت اليوم. حاجه، الوجبه اللي انا هاكلها دي اقسم طبقي كده. تمام. يبقى ال البروتين والكرب المعقد، سواء مثلا الرز البني او المكرونه الشوفان او الشوفان نفسه، اي حاجه تكون فيها كرب معقد عشان ما يرفعليش السكر. والالياف، سلطات، او ممكن ندخل السلطه دي زي ما قلت لك كده الاول في الفطاير اللي هي بتاعه الصبح، والحاجات دي كلها نقدر ندخل فيها الخضار بطريقه صحيه. والبروتين، اي بروتين نقدر نحصل عليه، مش لازم لحوم، مش لازم فراخ. نقدر ان احنا جبن، بيض، ممكن البروتينات النباتية نقدر نحصل عليها، بس ننوع فيها. كمان النوم المظبوط من 6 ل 8 ساعات يوميا، والنوم مهم جدا جدا للتوازن بتاع الهرمونات. تمام. الروتين دكتور اسلام بقى، لان ممكن تبقى بالنسبة لبعض الناس رول موديل في كل بصي، حاجة. ربنا روتينك يخليك اليومي تسلمي لي. بقى ايه؟ بصي، هو الروتين ماشي ازاي بقى؟ ان انا اولا زي ما قلت لك الوصفات دي انا مش بحرم نفسي بيها، بحب ان انا اشاركها مع الناس. يعني اليوم اللي انا بعمل فيه الوصفات هو اللي انا بحب اشاركه مع الناس. يا جماعه انا هاكل النهارده كذا، فانا شاركت معاكم كذا عشان تاكلوا بكره. تمام. فاهماني؟
زي ما قلت لك الوجبه بتاعتي مثلا بتبقى الصبح عباره عن ايه؟ مثلا عباره عن جبنه قريش، عباره عن فواكه معينه زي مثلا تفاح، توست بني، بشرب ميه الصبح، وبشرب ميه قبل الغداء، وبشرب ميه قبل العشاء، وبشرب ميه في التمرين. التمرين اللي بتمرنه مش بتمرن كل يوم طبعا علشان ظروف الشغل، لكن لو ما في ظروف شغل انا كنت اتمرنت كل يوم بصراحه، لان اللي بيحب حاجه فعلا بيحب ان هو يسعى فيها وبيحب ان هو ينجح فيها. كمان الميه زي ما قلت لك، النوم مظبوط طبعا، مش في ايدينا النوم ده قوي، لكن بنحاول بقدر الامكان على ان الاقل احنا 6 من 8 ساعات في اليوم اللي بالظبط. هو يعني عايز اقول لك ان في ناس اصلا دلوقتي بقت بتلتزم بموضوع ان هي تاخد حاجات معاها الشغل في اللانش بوكس، زي الكب كيك مثلا دي، زي السناكس اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه التمر، زي مثلا التوست البني عليه مثلا الجبنه القريش اللي احنا قلنا الوصفه بتاعتها. في ناس كتير بدات ان هي تلتزم بلايف ستايل، مش بس ان هي يوم يومين مثلا هتاخد الحاجه وخلاص، لا هي بدات ان هي يعني تلتزم بلايف ستايل بتمشي عليه في يومها. حتى عايز اقول لك ان مش بس الشغل، هم رايحين النوادي، النادي مظبوط. مثلا انا هاكل فاست فود، لا انا بدل ما اكل فاست فود لا انا هعمل لي الكب كيك دي، هعمل لي كيك مثلا معين. هو حبوا اصلا الاكل ده وطعمه، وفي نفس بالظبط. الوقت فرق في صحتهم وفي شكل جسمهم. بس فهو خلاص، وطول ما الواحد حاسس بتحسن ولو 1%، هيبدأ ان هو يلتزم، وهيبدأ ان هو يكون عنده الاصرار والعزيمة ان هو يكمل. وانت في كلمة قلتها مهمة، الاستمرارية اهم اهم حاجة حاجة فعلا، الاستمرارية فعلا، الاستمرارية. وده يمكن دي من اكتر الحاجات اللي خلتني فعلا ان انا ابتدي واعمل بيلدينج اب لنفسي. هي الاستمرارية، انك تستمر في الحاجة ويكون عندك الاصرار والعزيمة فعلا، هي اللي بتخليك تنجح في الرحلة اللي انت فيها. تمام، انا كنت مبسوطة جدا انا ان اللي انت معانا مبسوط. النهاردة، تسلمي لي يا وان شاء دكتور الله هاجر. يعني تبقى معانا في حلقات، لان في مواضيع كتيرة الصراحة، وفي كلام كتير ده انا ممكن اللي لسه يزيدني نقوله. شرف. فان شاء الله تبقى معانا تسلمي في لي حلقة جديدة، باذن واقعد الله. بقى اكل بس الكب خلاص كيك بقى، دي وتقولي بعد لي الحلقة. رايك، هكتب لكم رايي بقى. تمام. تسلمي لي تسلم يا يا دكتور دكتور هاجر، اسلام، ربنا ميرسي جدا، يخليك. شكرا لوقتك.